بسم الله هوريكم طريقة عمل الكرنبيت. انا مش هسلقه في مية، انا هسلقه عندي شوربة بايتة، شوربة فراخ دسمة كده وجميلة كده يا جماعة. فانا قلت بما ان ليا ابن من ولادي اللهم بارك ما بيحبش كرنبيت، فانا عايزة احببه فيه بقى عافية بقى خلاص. فانا هغلي الشوربة تاني وهزود عليها حاجة بسيطة. هزود عليها ايه يا جماعة؟ الشوربة دي فيها حبهان وفيها جزر كان باقي عندي، وفيها ملح وفيها توابل فراخ وفيها ورق لوري وبصل وطماطم. شلت ده كله بالصفايه، صفيته يعني نقلته في وعاء تانية خلاص. وهضيف عليه نص معلقه من السبع بهارات عشان اعزز طعمه. هتضيفي ده كله في الميه المجمده، هضيف ده كله في الميه يا حبيبتي. تمام، هضيف عليه كمان. عايزه انكهه قبل ما ايه، قبل ما اشتغل فيه. يعني هو هياخد من التوابل دي كلها وهو بيتسلق. نص معلقه توم باودر، نص معلقه بصل باودر، وضروري زي ما بسلق الكرنب وبحط فيه كمون احط في الكرنبيت برضو كمون. في ميه السليق بتاع الكرنبيت او الشوربه لازم احط فيها كمون. تمام. وهي كده كده مملحه، بس انا هضيف عليها شويه ملح صغيرين لان انا زودت عليها على الشوربه دي كوبايه ميه او كوبايتين ميه. تمام. فلما زودت عليها ميه كان لازم ايه املحها تاني كويس. فانا هخليها كده تغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا بغلي لبن، كنت جايبه لبن صابح وقلت انا اغليه. على ما تغلي تعالى نقطع الكرنبيت. بسم الله الهادي. هتيجي الكرنبيت اهي، احنا شلنا بس الورق من عليها والحاجه خلاص. هنقطعها بقى من هنا كده. بصي بتسيبي الزاويه بتاعه الجدر بتاع الكرنبيته وبتطلعي من فوقها من هنا كده. تمام. وبتقومي جايه بالسكينه وعامله كده بسم الله. تمام. يعني بلاش اخلي ايه، بلاش اخلي فيه راس كتير في الكرنبيت، انا ما بحبش الراس كتير فيها او قلب كتير في الكرنبيت اللي هو الجدر بتاعها ده، لا انا بحب اخد حته بس صغيره منها. تمام. كل واحد على حسب ذوقه يا جماعه، بس انا بحب كده. ولو العيل ما بيحبوهاش، العيل ما بيحبهاش او عندك اطفال ما بيحبوهاش هيحبوها بعد الطريقه دي هيحبوها. جربيها ومش هتخسري حاجه، وان حبوها تدعيلي. تمام. الماء بدات تغلي، قطعي كل اطراف الكرنبيت كده وتخلي بالك عشان ايه مفيش حاجه منهم تتكسر منك. حتى لو حابه تقطعيه صغير مفيش اي مشكله. يعني احيانا انا بقطعه صغير زي ده كده عادي، بعتبرها زي الورده. بحب قوي الشكل الصغير ده، اي حاجه صغيره بحب شكلها قوي. يعني لما تكون صغيره كده بحس ان الحاجه بخيرها، الحاجه لما بتبقى كبيره كده بحس ان هي مقفوره، بحس ان هي خدت فوق حقها. مين اللي زي كده؟ قطعته كويس وخرجت لي منه. تمام. ومش هغسله الا بعد ما اسلقه، انا ما بحبش اغسله الا بعد ما اسلقه يا جماعه. هاجي بقى اللي انا شايفاها كبيره هكسرها ماشي، بس انا عايزه الحجم ده كده وعايزه الحجم ده كده، الاتنين عندي متاحين. بسم الله. هحط على الجهه دي مش على الجهه دي، حطي كرنبيطه على الجهه دي عشان تستوي معاك كويس. بسم الله. اسقطيها بالمقلوب في قلب الشوربه او الميه، اسقطيها بالمقلوب. بس هتجربيها بالشوربه طعم تاني، وممكن تعمليها كمان من غير بيض. هوريكم ازاي. بصوا لو حساها كبيره شويه هقسمها. تمام.
نعملها بقى بالطريقه التقليديه بتاعتنا يا جماعه، من غير مش هنحط فيها افتكاسات ولا نحط فيها اي حاجه، ولا نهرسه بقى ولا نعمله بانيه ولا الكلام ده كله، لان بصراحه بحس ان الكرنب طعمه ضايع. مش هكذب عليكم، هو له طرق كتير، بس انا بحب كل حاجه تبقى بطبيعتها زي ما طلعنا عليها كده بالفطره. بحب كل حاجه بطبيعتها. اعمل فيها ايه لو انا عايزه اغيرها، ازود عليها ايه اضافات تانية، لكن ما انصحش ان انا اغير الطريقه الا اذا فعلا كان ليها طريقه محبوبه اكتر من دي. طلع بقى كده الكرنبيط بعد ما سلقناه. بسم الله. هوريكي طريقه سلقه، يعني طريقه السوا بتاعته هوريها لك دلوقتي. ايه اللي خلاني متاكده ان هو اتسلق رغم ان انا مش شفتوش لسه؟ تعالي حبيبتي اوريك. بتيجي عند البوز ده بتاع الكرنبيطه، لو قادره تدوس عليه ماشي، لو مش قادره بطرف معلقه او بظهر سكينه تقوم عامله فيه كده. لقيتيها بتغرس كويس بظهر السكينه مش بالسن اهي. استوت خلاص كده تمام. تمام. انا مش عايزاها دي، انا عايزاه مستوي 3/4 سوا. 3/4 سوا، لان انا لسه هحمر. فترة التحمير هتاخد فترة سوا عشان قطع الكرنبيط هتطلع معاكي سليمة، وكل ما الحاجة بتبقى سليمة بيبقى منظرها كويس. تمام. هنا بقى نسلق بقية الكرنبيطة. تمام. خليها كلها كده بالمقلب. تمام. نعمل بقى جنب الكرنبيط هنا شوية رز بشعرية. اللي حابة تعمل رز حباية وحباية ماشي، اللي هو متحمر. اللي حابة تعمل رز ابيض برضو ماشي. انا قلت افضل ايه، هعمل شوية رز بشعرية. تمام. هنا حطيت في الحلة زيت هيسخن وانزل بالشعرية. هنزل بقى بالشعرية. بسم الله. نص كوباية شعرية على كوباية الرز يا جماعة. لو انت عاملة كوباية رز تنزلي بنص كوباية شعرية او تلت كوباية شعرية، على حسب انت بتحبي الشعرية قد ايه في الرز. خلاص حمرت الشعرية ونزلت عليها الرز وحطيت عليها المية ورشيت عليه شوية ملح. خلاص هغطيه بقى واسيب الرز هنا يستوي. تمام كده. ونبص هنا بقى على الكرنبيط. بصي بطرف بوز المعلقة كده واعمل كده، لقيتها بتغرز بسهولة يبقى الكرنبيط استوى. تمام. هطفي النار. بسم الله. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ننشله بقى من المية بتاعته، ولازم في المرحلة ديت بقى بعديها يهدى يعني يبرد شوية، وبعد كده لازم اشطفه، لازم يتشطف كويس ويتغسل كويس. بصوا بقى الرز بيستوي خلاص، وخلصنا سلق في الكرنبيط شطفته كويس قوي. هجيب الخلاط بتاعي الحلو اللذيذ ده وهنزل عليه بالتوابل اللي هقول لكم عليها ده. توم باودر وبصل باودر ورشه زعتر اقل من معلقه، من ربع معلقه زعتر، ونص معلقه كمون، وربع معلقه 7 بهارات، ونص معلقه فلفل اسود، زيها بهارات اللي هي مرقه دجاج. تمام. ورشه صغيره خالص من الكربوناتو، وبشرت بشره صغيره من جوز الطيب. خلاص هنزل عليهم بايه في قلب الخلاط معاهم حزمه صغيره مقطعه كزبره على بقدونس، لو في بقدونس مفيش، في شبت ماشي متاح، مفيش كزبره بس شغاله، وثلاث بيضات بلدي. حابه تعمليها من غير بيض انزلها لكم تاني مره، هعملها لكم مره تانية باذن الله من غير بيض، بس المره دي ان شاء الله تبقى ببيض. تمام. يلا نضربهم في الخلاط ونرجع. يلا بقى عشان نحمر الكرنبيط. طاسه وننزل فيها شويه زيت. بصوا بعد ما ضربنا الخليط اللي انا قلت عليه كله الخضره والتوابل في الخلاط، نسيت اقول لكم ان انا حطيت عليها كمان شعره ملح، وحطيت عليها ربع معلقه خل عشان زفره البيض يا جماعه. حتى لو بيض بلدي فانا بحب اتاكد ان البيض ما فيهوش زفاره. هجيب الكرنبيط وهنزله في الخليط ده وهحمره. بص كده
هقلب في الخلطه واصفي كويس كده بالمعلقه. بسم الله، وانزل في الزيت. اقلبها كده في الخلطه، صفي كده بالمعلقه كويس، نزل في الزيت. خلي بين كل واحده واحده مسافه شويه. تمام، يلا نكمل. شكله بعد ما حمرناه، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ده منظره. شوفوا يا جماعه، ومش شارب زيت. انا بطلعه الاول على مناديل يصفى كويس ماشي، او على شبكه يصفى كويس قوي، وبعد كده ايه، ينقليه من الطبق اللي عليه مناديل او الشبكه، حطيه في طبق تاني ماشي، عشان ما يبقاش شارب زيت. شوفوا شكله وجماله ما شاء الله. تعالوا لما اقطعه لكم من جوه، اقطع لكم واحده كده عشان تشوفوها. بصوا بصوا جمال. خلينا بقى على الطرق اللي احنا اتربينا عليها يا جماعه، الطرق اللي احنا اتربينا عليها ماشي، اللي كبرنا عليها، هي دي الطريقه الصح بتاع الكرنبيت. بسم الله، بسم الله ما شاء الله، طعمها حلو قوي، جميل يا جماعه والله. انا عن نفسي بحبوش الا كده. اللي بيحبه بالطريقه دي زيي، وما بيحبش يفتكس فيه، يشجعني بلايك، كومنت حلو. اتفضلوا معانا، سلام.